السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه جيهان. نتمنىكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم ميني كيك بمكونات بسيطه واقتصاديه وكيعطيونا كميه اللي هي مزيانه، ما فيهم لا بيض لا دانون، وبالاضافه واحد المكون اللي كيزيدهم طراوه ولذه. وغنقترح لكم حتى واحد الطريقه سحريه اللي تبقاو دهنوا بها المولات ديالكم هادو الصغار حتى المولات الكبار. وبالاخص كيف ما قلت لكم ليمون هادو اللي كيكونوا صغيورين كنعكزوا عليهم بديك الطريقه القديمه اللي باش كندهنوهم بالزيت ولا الزبده وكنعاودوا نرشوهم بالدقيق. اختار لكم واحد الطريقه اللي هي سهله. بالنسبه للمكونات عندي كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، جوج سكر فاني وجوج خمارات وشويه ديال الخل حسب معلقه اولا جوج ديال الخل وجوج كيسان ديال الدقيق الفورس. في واحد الاناء درت الحليب وغندرت عليه السكر، شويه الملح لتصحيح الذوق، جوج ديال الساشيات ديال السكر بنكهه الفاني. يمكن لكم ديروا غير كيس واحد اولا ديروا كيس واحد وديروا معاه القشور ديال الحامض اولا ديال الليمون. هذاك نص كاس ديال الزيت غادا ناخذ غير الطراب اليدوي، نتوما تخدموا باش ما بغيتو بالطراب اليدوي اولا الطراب ديال الضو. صافي بعد ما غادا نخلط مزيان داك الخليط حتى نحس بالسكر داب ما يبقاش بمره. زدت شويه ديال الخل حساب معلقه حتى جوج معلقات. وبالنسبه للسكر سنيده كيف ما كنقول لكم ديما من الاحسن تشوفوا السكر كيكونوا الحبيبات ديالو رقاق باش بزاف يذوب لكم وسط الخليط. هنايا زدت الكاس الاول ديال الدقيق خلطته حتى اندمج مزيان، عاد زدت الكاس الثاني زدت جوج خمارات وغادا نخلط مزيان حتى نشوف الخليط ديالي ينسجم مزيان مبقاوش فيه تكتلات. من بعد هنايا بالنسبه للمكون اللي غادي نزيدو كيزيد واحد الطراوه واحد اللذه زوينه لهاد الكيك. هذا هو التفاح اللي خديت جوج ديال التفاحات بعد ما قشرتهم وحيت ليهم الزريعه ديالهم حكيتهم في الحكاكه هذه اللي كتكون غليظه. صافي غادا نعاود نخلطهم حتى يندمج ليا الخليط. واخا غادي يبان لكم الخليط ديال الكيك ثقيل ما تخافوش منه، حيت من بعد ما غادي ندخلو الكيك ديالنا الفران يطيب داك التفاح كيبدا يطيب وكيطلق الماء ديالو. هنايا بالنسبه لليمون باش غادي ندهنوهم، انا صراحه ما عرفتش كيفاش ما صورتش اللقطه. المهم خديت شويه ديال الزيت وزدت عليه شويه ديال الدقيق الفورس، كتبقاو تزيدوا الفورس بشويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام بحال اللي وريتكم. صافي كتاخذوا كتبداو تدهنوا في هاد ليمون ديالكم هادو الصغار بصراحه كيمحنوا في الدهين بديك الطريقه اللي كنا نرشوهم ندهنوهم عاد نرشوهم بالدقيق. هاد الطريقه كتجي ساهله اكثر. صافي هنايا خديت الخليط ديال الكيك ديالي وبديت كنوزع فيه في ليمون. غادي تشوفوني غادا ندير الكميه شويه كثيره في المولات. من بعد غادا نوريكم الطريقه باش غادي نطيبوهم باش ما يفيدوش ليكم على برا واخا المولات شويه عامرين. صافي هنايا بعد كيف ما شفتوا حتى عمرت المولات ديالي. عاد غادا نشعل الفران، غادا نشعل لتحت وغادا نشعل حتى الفوق، غير العافيه تكون مهيله. هنايا خليتها شويه مجهده باش كتبان، حيت ديك البوله اللي كانت في الفران لداخل تحرقات ليا داكشي علاش. باش تبان لكم راه العافيه شاعله، ولكن من بعد غادا نقصها مزيان لا الفوق لا لتحت. كندخل اللاطه ديالي اللي فيها الكيك هانتوما كيف ما كتشوفوا كنديرها في الرف الثاني ماشي في الرف الاول باش تكون بعيده شويه من العافيه. بالاخص هذا الفران اللي عندي راه العافيه ديالو سخونه بزاف ومجهده. واخا راني نقصته مزيان. صافي هنايا درتو على 20 دقيقه، خليته شاعل كيف ما قلت لكم من الفوق ومن التحت حتى طاب الكيك ديالي مزيان وتحمر. هانتوما يقدر ياخذ منكم 20 دقيقه او لا اكثر او لا قل على حساب الفران ديالكم. صافي هنايا كيف ما طابوا خرجتهم، خليتهم غير دفاو واحد شويه تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق. صافي وخرجتهم وكنحيدهم من الليمون. هانتوما كيف ما كتشوفوا راهم بالزربه كيتحيدوا ما كيلاصقوا ما حتى شي حاجه. صافي ومن بعد هنايا بالنسبه للتزيين انا خديت هاد السيرو هذا اللي قاديته، درت شويه ديال السكر في كاسرونه مع الماء. زدت عليه واحد الحامضه على قدها والليمونه حتى هي خديتهم عصرتهم الماء ديالهم، عاد قطعت القشره ديالهم درتهم معاه وخليته حتى طاب تقريبا واحد 15 دقيقه. من بعد ما كيغلي ليا كنخليه 15 دقيقه. صافي كنحتفظ به كيجي صراحه زوين بحال هكا في التزيين ديال الكيك او اللي بغينا نزينو بهم. وكيجي حتى الا بغينا ندهنو به شي فطائر ولا شي حاجه كيجي زوين. صافي خديتو دهنتو من الوجه ديالهم ورشيت عليهم شويه ديال الكوك. بالنسبه اللي بغات تاخذ هاد لي ميني كيك هادو حيت دايرهم في المول العاجبي الا شفتو معايا، يمكن لكم تعمروهم بشي كريمه من
الجهه التحتانيه ديالهم تكون هي الفوق. هنايا غادا نقسمهم معكم باش تشوفوا القوام ديالهم كيفاش كيجي من الداخل. الصراحه شي حاجه اللي هي زوينه وزوينه بزاف. الا جربتوهم انا متاكده غادي يعجبوكم، ما غاديش تندموا عليهم، وبكميه اللي هي كثيره. هانتوما خرج لنا كميه اللي هي مزيانه صراحه، ما حسبتش. المهم كتكون كميه اللي هي كثيره وبمكونات بسيطه واقتصاديه. هانتوما كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو بحال الشهده، وعد الكاميرا راه ما عاطيهمش حقهم، مباشره كيبانوا حسن. وبداك التفاح اللي كيكون لداخل، وداك السيرو اللي دهناه من الفوق، والمذاق ديال الليمون، داك الكوك. دوك المكونات ملي كيتلاقاو مع بعضياتهم نتوما راكم عارفين كيعطيو واحد المذاق اللي لذيذ وزوين بزاف. وما تنساوش تبسطوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتخليو التعليقات والاراء ديالكم، حيت في اللايكات والتعليقات ديالكم الفيديو كيطلع وكيقترحوا يوتيوب وكيشوفوه ناس كتر. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.